مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة. من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. هي التي صدرت لعلماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك هو تحقيق العلم في أزهرها الشريف. وأما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ. من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارجه. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر. بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر. بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر. بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر. بحبك 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 يا مصر، يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر. الذين يتمنون وينتظرون سقوط مصر ويعتقدون أنهم سيعيشون على أطلال هذا الوطن، أنتم واهمون. فوالله الذي لا إله إلا هو لن تسقط مصر، ووالله الذي لا إله إلا هو لن تركع مصر ولن تحني جبهتها أبدا إلا لله. فنحن شعب عريق في مفاخره وأمة تشتري النصر بغاليها. أرض الكنانة ما عقمت ولا انحنت يوما إلا لبارئها.